انت في هولندا وانا في البرتغال، عاوز تعرف ايه خدماتي او ايه الخدمات اللي شركه لينس ماجيك بتقدمها. اولا احنا بنشتغل في كذا حاجه، يعني خلينا نقول الحاجات اللي هي بتكون خارج البرتغال. لو انت مثلا في دوله عربيه او مقيم في دوله خليجيه او في اي دوله انت شغال فيها، تمام؟ يعني مش شرط ان انت تكون مقيم في بلد الام اللي انت عايش فيها. نقدر ان احنا نعمل لك حاجه اسمها طبعا برامج الهجره الخاصه بالبرتغال. في عندك فيزا اسمها فيزا دي 2. فيزا دي 2 دي عن طريق الاستثمار بنأسس شركات، وبعد ما بنأسس لك الشركه بنختار لك مكان او مقر ونوفر لك محاسب، وبعد ما بنخلص كل الحاجات ديت ونأسس لك الشركه بتاعتك بنبدأ ان احنا نحجز لك موعد. لو انت في مصر، بقول لو انت في مصر وانت مصري، تمام، او مقيم في السعوديه او مقيم في الامارات او مقيم في اي دوله خليجيه، تقدر تنزل ساعه ما بنحجز لك موعد في مكتب VFS جلوبال، وبنقول لك ايه الاوراق المطلوبه. والاوراق المطلوبه ان انت شرط يكون انت عندك في حسابك البنكي سواء في الدوله اللي انت مقيم فيها او في الدوله الام اللي هي بتاعتك، تمام. لو انت في اي دوله ثانيه بقى احنا بنخلص لك الاجراءات، بس انت اللي بتحجز موعد في مكتب VFS جلوبال، لان شرط الفيزا دي عشان خاطر انت تاخدها لازم تكون انت مقيم في الدوله الام بتاعتك او في دوله الاقامه اذا كانت موجود في سفاره البرتغال، وتقدر تاخد موعد في اللي هو مكتب VFS جلوبال. مشكله الناس اللي موجوده في السعوديه ومشكله الناس اللي موجوده في الامارات ان ما بيعرفوش يحجزوا مواعيد، تمام، في السفاره البرتغاليه اللي هي هناك، وهي دي المشكله. لكن بالنسبه لمصر بنقدر ان احنا نوفر لك ان احنا نحجز لك موعد، وبنقول لك على الاوراق المطلوبه منك بقى الفيش والتشبيه، كشف الحساب البنكي، لو عندك شركه بنجيب البطاقه الضريبيه، السجل التجاري، ما عندكش شركه، المهم ان احنا بنشتغل لك فيها في البرتغال، بنأسس لك الشركه، وتحت الشركه دي بنحط لك كمان 4-5 شركات اللي انت ممكن تشتغل فيهم في المستقبل. دي كانت يعتبر اول خدمه، ودي اسمها الفيزا دي 2. الفيزا اللي بنشتغل فيها برضو اللي هي الفيزا دي 7، ودي اتكلمنا فيها برضو قبل كده، اللي هي الدخل السلبي. يعني ايه دخل سلبي؟ دخل سلبي اللي هو ان انت لو انت عندك مثلا عقار او عندك قطعه ارض او عندك معاش او عندك شهادات بنكيه او عندك وديعه في البنك، المهم دخل سلبي بيدخل لك كل شهر بما يعادل الحد الادنى للاجور في البرتغال اللي هو 870 يورو. بنقدر ان احنا نقدم لك الاوراق المطلوبه هنا، بنعمل لك الرقم الضريبي، بنوفر لك برضو اللي هو عقود اللي هو عقد بيكون باسمك، عشان خاطر كل الحاجات دي تبقى مطلوبه في السفاره البرتغاليه اللي موجوده في بلدك. كل ده بنقول ايه خارج البرتغال. الحاجه الثانيه دي لو انت الشروط دي بتمشي معاك تقدر برضو ان انت تقدم على الفيزا دي 7. الفيزا دي 8 نفس الموضوع، ولكن اللي بيختلف فيها مش الحد الادنى للاجور، 4 أضعاف الحد الادنى للاجور. 4 أضعاف الحد الادنى للاجور، والشغل بتاعك يكون عن بعد اللي هو ايه الشغل الريموتلي. انت راجل شغال في شركه، والشركه ددي معاك عقد بيثبت ان انت شغال فيها، وبيثبت ان انت بيخش لك دخل حوالي 3400 يورو او 3440، يعني في الرينج دوت 4 أضعاف الحد الادنى للاجور. قلنا الحد الادنى للاجور 870 يورو لسنه 2025، تمام. بتقدر ان انت تاخد فيزا اسمها اللي هو الشغل عن بعد، والدي 7 هي قريبه للدي 8، تمام، ولكن بيختلف بس ايه ان الدي 7 كان زمان يبقى واحده بس، لكن دلوقتي قسموها دي 7 دي 8. فان انت الدوله بتقول لك بدل ما انت بتصرف مثلا المعاش اللي بيجي لك او الراتب او الدخل السلبي اللي بيجي لك او الشغل عن بعد اللي هو الريموتلي، بيقول لك ايه بدل ما انت بتصرفه في بلدك، لا تعالى عيش في البرتغال واتمتع بالمزايا، صحه وتعليم وفي نفس الوقت جنسيه، وعيش في البرتغال، ومقابل دوت بنديك اقامه بسنتين وبعد كده تجدد ب3 سنوات، ولحد اللحظه دي الجنسيه بعد 5 سنوات. اي نعم في كلام عن الجنسيه ولسه في المحكمه الدستوريه ما حدش يعرف حاجه، ولكن ما زال القانون 5 سنوات لحد وقتنا هذا. فبتقدر ان انت بعد 5 سنوات تاخد الجنسيه، سواء بقى الفيزا دي 2 دي 7 دي 8. الخدمات الثانيه اللي احنا بنعملها اللي هو بقى ايه الدراسه
عن طريق التكوين المهني في احد المعاهد وانت في بلدك. بنقدر ان احنا نثبت لك عنوان، بنقدر ان احنا نطلع لك الرقم الضريبي، نقدر ان احنا نسجلك في احد المعاهد المعتمده زي كده ادم اللي طلع معايا من كام يوم وخد فيزا بسنه عن طريق التكوين المهني، وكان مختار تخصص اللي هو المساج والعلاج الطبيعي، وخد الفيزا من مصر من سفاره البرتغال. دي كده يعتبر 4 خدمات احنا بنقوم بيها خارج الايه البرتغال. من داخل البرتغال بنقدر برضو ان احنا نأسس لك شركات، تمام؟ لو انت جاي بفيزا سياحه بنقدر برضو ان احنا لو انت عاوز تقدم في احد المعاهد بالنسبه لتعديل الوضع وموجود في البرتغال ومعاك فيزا ساريه من اي دوله انت واخد منها الفيزا ودخلت بطريقه قانونيه، بنقدر ان احنا عن طريق محامي الشركه نقوم لك بالاجراءات القانونيه وبنقدم لك، والخدمه بتاخد من 4 ل6 شهور، ولكن في شهر اغسطس ده اجازه عشان المحكمه طبعا في اوروبا كلها مش بس في البرتغال. بنقدر ان احنا حد اقصى 7 شهور بيكون جالك الموعد عن طريق المحكمه، لان مفيش مواعيد مفتوحه، وبتقدر ان انت تدرس اونلاين وتقدر ان انت تشتغل، وبعد كده بتاخد اقامه بسنه. دي الخدمات اللي احنا بنقدمها عشان خاطر تبقى حضرتك عارف، وبرضو الساده المشاهدين او الناس اللي بتتابعنا لو مش عارفه احنا ايه الخدمات اللي احنا بنقدمها، هي دي الخدمات اللي احنا بنقدمها. في حاجات تانية بقى بندي بيها نصايح للناس وفي نفس الوقت احنا ما بنشتغلش فيها. يعني مثلا كان عندنا عميله عاوزه تعمل لم شمل، هي اختنا من العراق، وربنا كرمنا وقدرنا نخلي المحامي بتاع الشركه وعملنا ده ابتغاء وجه الله. استشارات، بندي استشارات مجاني، ما بناخدش حاجه من حد، ولو خدنا برضو يعني ده حاجه ما تعبناش، لان انت بتيجي تعطلني وبتاخد من وقتي، تمام؟ ولكن اللهم لك الحمد احنا عاملين ده ابتغاء وجه الله. بنعمل الاستشاره المجانيه، بنقعد معاك نص ساعه، ساعه ونص، بتوصل لساعتين والله العظيم و3 ساعات. وبعض الناس بتقوم وبتيجي تدفع فلوس، انا برفض. ليه؟ لان انا عامل الحاجه ديت لاخواتنا العرب. طالما عندي وقت وطالما انت محدد موعد، احنا بنقدر ان احنا نفيدك باي حاجه. خدت بالمعلومه وخدت بالاستشاره، خير وبركه. عاوز تروح لمحامي، عاوز ان انت تروح لحد انت بتثق فيه، برضو مفيش مشكله. المهم ان انت تتعامل مع حد انت مرتاح معاه وواثق فيه، وهو ده المهم. ليه انا بعمل كده؟ لا، انا بعمل كده عشان خاطر لو انت جاي تاخد استشاره مني، وناس كتير وتشهد على كلامي جت وخدت استشارات وطلعت فلوس وما رضيتش اخد منها، تمام؟ ولحد النهارده ماشيين على هذا المبدا. ولكن انت بتخرج من هنا قسما بايات الله بيخش وراك على طول 3 أو 4 بكون موقع معاهم عقود لاي نوع خدمات من الخدمات اللي انا بقول لك عليها دي. المهم انا يعني مش عاوز اطول الفيديو اكتر من كده، ولكن اختنا لما مشينا معاها رفعنا قضيه لم الشمل، والنهارده جوزها، وعلى فكره هي اختنا من العراق، والعراق يعني من اصعب الدول لان ما فيهاش سفاره للبرتغال. ربنا كرمنا وخدنا محامي الشركه رفع لها قضيه، المكتب ما خدش، او شركه لينس ماجيك ما خدتش يورو، وهي يعني ممكن تكون سامعاني دلوقتي وشاهده على، وربنا شاهد اولا على كلامي وهي كمان شاهده على كلامي. رفع لها القضيه وجبنا لها الموافقه، وكانت هي موجوده هنا عندها اقامه ومعاها اولادها ال4، وكنا ربنا جعلنا سبب خير ان احنا نجيب الاب للزوجه وللاولاد، تمام؟ وكمان حاولنا ان احنا نساعدها لان سفاره العراق سفاره البرتغال مش موجوده فين؟ مش موجوده في العراق. فاقرب سفاره ليها كانت او لجوزها كان في الامارات. كلمنا برضو احد الاصدقاء اللي هو قدر بفضل ربنا ماشي يحجز لها موعد، مع ان كان في صعوبات كتيره جدا 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 ان انت تحجز موعد في سفاره البرتغال اللي في الامارات، وتحديدا في ابو ظبي، تمام؟ ولكن ربنا لما بيريد يقول كل الشيء فيكون. فاحنا واخد بالك ما علينا الا السعي. اللي انا عاوز اقوله ربنا كرمها دلوقتي وجوزها في حضنها وفي حضن اولادها.